ميزامي السلام عليكم كي دايرين صافا لاباس عليكم واش اخباركم توحشتكم. غبرت عليكم شي شويه ولكن راه ماشي الخاطره غير لظروف خاصه. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديالي تلقاكم في احسن الظروف. القضيه ديالنا ديال اليوم هي قضيه مقتل المحامي والزوجه ديالو بمدينه مكناس. هاد القضيه اللي هزت الراي العام سنه 2006 نظرا للوحشيه ديالها والكيفيه المرعبه باش ماتوا هاد الناس هادو. فشكون هي هاد العائله؟ شكون اللي دار فيهم هاد الشيء؟ بزاف ديال الاسئله كطرح. اليوم غادي نهضروا على قضيه المحامي والزوجه ديالو يتوفوا بمدينه مكناس بالتفاصيل ونعرفوا شكون اللي دار فيهم هاد الفعله وعلاش، وكيفاش الشرطه تمكنت انها تفك الخيوط ديال الجريمه باحترافيه. فجيبوا شي حاجه تشربوها واجيو تصنتوا معايا وتسمعوا معايا بالضبط شنو وقع المحامي والزوجه ديالو. واحد النهار وبالضبط في شهر فبراير 2006 في مدينة مكناس، خديجة غادي تخرج من دارهم بعد ما فطرات ولبسات حوايجها غتمشي للخدمة ديالها. خديجة خدامة عند واحد السيد اللي سميتو إبراهيم، وهاد السيد هذا محامي معروف في مدينة مكناس. غادي تدخل للبيرو غتلقى بزاف ديال الناس جالسين كيتسناو، ولكن غادي تهز التليفون وغادي تعيط على الاخت ديال المحامي ابراهيم. غتقول ليها باللي راه المحامي 5 ايام هذه هو غابر، كنحاول نتصل به والو، كنلقى التليفون ديالو طافي، وحتى الزوجه ديالو كنحاول نعيط عليها في التليفون حتى هي كنلقى التليفون ديالها طافي. والناس راه كيجيو للبيرو كيسولوا على القضايا ديالهم فين وصلات، وكاين اللي بغى يقدم قضيه جديده، ولكن للاسف راه المحامي ما تيجاوبش. انا راه مبرزطه، داكشي علاش هزيت التليفون وعيطت عليك. الاخت ديال ابراهيم بعد ما سمعت هذه المكالمه تشوشات. امينه اللي هي الاخت ديال المحامي طبعا، من بعد ما تلقات هذه المكالمه هذه قالت مع راسها ما يمكنش، انا خويا دقيق في المواعيد ديالو، ما عمر كان عنده حتى شي مشكل في الخدمه ديالو. هي كان كيصحاب ليها باللي السيد شحال هذه ما جا عندهم ما عيطش ليهم، دونك راه خدامه مساليش. هادشي علاش حتى هي ما عيطاتش عليه. ولكن دابا ملي السيد غابر 5 ايام لا هو لا الزوجه ديالو حتى واحد فيهم ما تيجاوب في التليفون، هنا امينه تبرزطات ديال بصح، وقالت باللي راه السيد ومراته واقع عليهم شي حاجه خايبه. هادشي علاش مختفيين، وهادشي علاش ما كيجاوبوش في التليفون، او ان التليفون ديالهم اصلا طافي. أمينة عيطت على العائلة كاملة كتسول، والو حتى حد ما عنده شي خبار. فهنا اتفقوا الخوت باللي غادي يمشيو عند المركز ديال الشرطة باش يقلبوا على الاخ ديالهم والزوجة ديالو، ويديكلاريو باللي السيد راه 5 ايام هادي باش غابر، وما عنده حتى شي اثار لا هو لا الزوجة ديالو، والتليفونات ديالهم طافيين، مع انهم ماشي من عادتهم نهائيا يخليو التليفون طافي او لا انجوانيابل. داكشي علاش مشاو للمركز ديال الشرطة وحطوا الديكلاراسيون ديالهم في مركز الشرطة. من بعد ما العائلة حطات الديكلاراسيون ديالها باللي كيقلبوا على خوهم اللي غابر 5 ايام هادي هو والزوجة ديالو. في الاول مركز الشرطة ما عرفش شي اهتمام كبير للقضية، لان قالوا مع راساتهم راه واقيلا السيد غير سافر هو ومراته وما قالها حتى شي واحد، وطفى التليفون باش حتى واحد ما يبرزطو، او لا شي قضية ماشي هي هذيك خسرها في البيرو ديالو، وخاف لي يجي مول القضيه ينوض مع الصداع او لا شي مشكل في الخدمه. المهم هادو هما الاسباب اللي خلات ان الشرطه ما تهتمش بالقضيه بزاف، ولكن غادي توقع تطورات جديده اللي غتخلي هاد الملف هذا غادي يولي اولويه عند الشرطه، وغادي تكشف خيوط واحد الجريمه كبيره. العائله ديال ابراهيم والاخت ديالو امينه كانوا متاكدين باللي شي حاجه ماشي هي هذيك واقعه لخوهم، لان ما يمكنش يجلس هاد الفتره كامل ما يمشيش الخدمه ديالو، او انه يمشي مثلا يصافي لشي بلاصه بلا ما يقولها ليهم، او لا مثلا يخرج خارج المغرب كما الشرطه كانوا كيطرحوا عليهم بحال هاد الاسئله. واش يمكن يكون خوكم عنده شي عداوه مع شي حد، او لا خوكم كان عنده شي مشكل في البيرو ديالو، داكشي علاش كنظن انه سافر مع الزوجه ديالو بلا ما يعلمكم. ولكن الاسره كانت ديما كتجاوب بالنفي، ما يمكنش خونا ابراهيم يدير هذا الشيء، اما يسافر او لا مثلا يغبر هاد الغبره هادي بلا ما يقول لنا حتى شي حاجه ولا شنو واقع. داكشي علاش العائله وبالضبط الام ديالو كانت مسكينه كل نهار كتصوني عليه، واخا التليفون ديالو طافي كتفيق من الصباح حتى العشيه كتبقى تصوني على هذيك النمره، الله وعسى يهضر شي حد او يجاوب فيها شي حد شي نهار.
وهنا غادي توقع الصدمة. التليفون من بعد ما كان مسدود لمدة طويلة غادي تجاوب فيه واحد النهار واحد السيدة. هاد السيدة غادي تقول الأم ديال إبراهيم باللي هاد النمرة هادي راه عطاها ليها إبراهيم قبل ما يسافر. الأم ديال إبراهيم كتقول لها واه فين سافر؟ قالت لها راه سافر للجزائر. الأم ديال إبراهيم كانت في حيرة، قالت لها ما يمكنش ولدي إبراهيم يسافر بلا ما يقولها لينا. فالسيدة جاوبتها قالت لها راه أنا كلفني باش نطمئنكم باللي هو راه لاباس عليه لا هو لا الزوجة ديالو، ولكن سافر للجزائر لأن عنده شي مشكل كبير في البيرو مع شي كليان. داكشي علاش غبر حتى يتفك المشكل ان شاء الله، وراه غادي يعاود يعيط عليكم او لا يجي عندكم. الام ديال ابراهيم غير رسالت المكالمه مع السيده، عيطت على بنتها امينه وعاودت لها بالضبط شنو دار بيناتهم والحوار اللي تقال في هذيك المكالمه. امينه ملي سمعت هذا الشيء زادت تخلعت ديال بصح، وبداو تيغوتو تيولولو اكيد خويا وقعت ليه شي حاجه وهذه شي عصابه، غيكونوا هما اللي خاطفينهم ولا الله اعلم شنو دايرين فيهم. فهنا أمينة مشات كتجري لمركز ديال الشرطة وقالت لهم المعلومات جديدة، على وعسى يسرعوا شوية البحث لأن ما يمكنش الأخ ديالها يخرج من المغرب بلا ما يخبر العائلة ديالو. وفعلا الشرطة من بعد ما توصلت بهذه المعلومات الجديدة تأكدوا باللي القضية فيها إن وباللي هاد العائلة هذه أكيد وقعت لها شي حاجة، فصدروا قرار بتفتيش الشقة ديال إبراهيم هو والزوجة ديالو لعل وعسى توصلوا لشي خيط باش يعرفوا سبب الاختفاء ديالهم. الشرطة توجهت الفرق ديالهم لمحل السكنة ديال إبراهيم والزوجة ديالو اللي كانت بحي النجارين بمدينة مكناس. الشرطة مع الدخول للشقة بان ليهم باللي كلشي كاين في بلاصتو، بان الشقة حتى حاجة ما مزوزة لا حوايج لا اتات لا حتى شي حاجة، وباللي كلشي كان نورمال حتى من الشراجم كانوا مسدودين وما كانش زعما شي اقتحام او لا شي شرج محلول او لا الباب محلول، وحتى من الحوايج ديال الزوجين كانوا في بلاصتهم. كلشي كان كيوحي بلي هاد الناس هادو راه باقي ساكنين في هاد الدار وبانهم راه ماشي كيما قالت لهم السيده اللي عيطات لهم في التليفون راه خرجوا خارج البلاد. حتى حاجه ما كانت كتوحي ان هاد الناس هادو سافروا. سال التفتيش في الشقة ديال إبراهيم اللي صراحةً ما كانش زعما الشرطة ما لقاتش شي حاجة مهمة اللي تقدر تفيدهم أو لا توريهم المكان ديال هاد المختفيين فين هما، ولكن الحاجة اللي كانوا متأكدين منها هو أن هاد الناس راه ما سافروش وما خرجوش من البلاد نهائيًا، خصوصًا أنهم من بعد ما داروا التحريات ديالهم من خلال التأكد من المطارات باللي هاد الناس هادو راه ما استعملوا لا جواز السفر ديالهم وباللي راه ما خرجوش نهائيا لا جوا ولا برا ولا بحرا، وهاد الناس هادو راه باقين في البلاد يعني باقين في المغرب. فإلا كانوا باقين في المغرب فين هما شنو وقع لهم بالضبط؟ التحريات ديال الشرطه غداو كتكبر. وثاني حاجه تاكدوا منها البوليس هو ان العائله ديال ابراهيم يعني ابراهيم هو والزوجه ديالو من خلال الحركه ديال المال ديالهم في البنكه، هاد الناس هادو ما حركوش نهائيا الكونت ديالهم، لا هزوا فلوس ولا حطوا فلوس ولا حتى خدموا البطاقه البنكيه ديالهم من نهار اختفاو. هنا كتزيد الشكوك ديال الشرطه باللي القضيه كبيره والقضيه غادي تكون فيها يا اما جريمه قتل يا اما شي عصابه اختطفتهم. والفرضيه اللي كانت مرجحه اكثر هو ان ابراهيم يقدر يكون كان عنده عداوات مع شي حد من الكليان او لا من العملاء ديالو او لا حتى من الاعداء ديالو، بصفته كان محامي وكان كيترافع في المحكمه. البوليس قالوا بلي يقدر يكون شي كليان مثلا خسر ليه شي قضيه مهمه انتقم منه، او اللي يقدر يكون مثلا شي واحد ترافع على شي كليان ودخلوا الحبس، والشخص اللي دخلوا الحبس هو اللي انتقم منه. كانت بزاف ديال الفرضيات كتعلق بالخدمه ديال ابراهيم كانوا كيطرحوها الشرطه كل نهار، ولكن التحريات كتأكد باللي إبراهيم كان عارف اش كيدير وكان خدمته متقونه، يعني ما كان عنده حتى شي مشكل مع حتى شي كليان اولا هذوك العملاء والزبناء اللي كانوا كيجيو عنده البيرو. الحاجه الوحيده اللي طارت انتباه ديال الشرطه من بعد بزاف ديال التحريات هي ان السكرتير ديالو اكدت لهم باللي السيد المشكل الوحيد اللي عنده كان عنده مشكل شخصي مع الجيران ديالو وكان رافع عليهم قضيه في المحكمه. المشكل اللي كان عنده مع هاد الناس هو انه كان ساكن معاهم في نفس المبنى، يعني كانت عندهم واحد الدار فوق منه، ولكن المشكل اللي من خلاله
ابراهيم دعا هاد الناس في المحكمه. هو كان عندهم واحد الحانوت لتحت كانوا كيديروا فيها الشوا، كانت بحال شي قهوه شعبيه كيديروا فيها الشوا. هاد القهوه هادي كانت كتدخل ابراهيم الدخان النهار كامل للدار ديالو. هادشي كان كيسبب ليه مشكل، ولكن قبل ما يوصلوا للمحاكم كانت بيناتهم بزاف ديال المناقشات. كما كيقولوا كانوا بغاو يفكوا المشكل الاميابل، يعني بطريقه حبيه. ولكن هاد الناس هادو اللي بالمناسبه هما ثلاثه ديال الخوت، واحد سميتو محمد، واحد عبد الكريم، واحد عبد الجبار، كانت عندهم هذيك القهوه كيديروا فيها الشوا، وكانوا الناس كيجيو عندهم من كل بلاصه. كانت الماكله ديالهم بنينه وكانوا معروفين في هذيك المنطقه. كانوا كيقولوا لابراهيم باللي الا بغيتي حنا غنشريو عندك لابارتمون ديالك ونعطيك واحد الثمن مزيان اللي تقدر تشري به في شي بلاصه اخرى ما تكونش شعبيه وتكون مرتاح مع راساتك. ولكن ابراهيم كان كيعاند معاهم، قال لهم لا، هذيك الشقه ديالي بغيتها وغنبقى فيها وانتم اللي غتفكوا هذا المشكل هذا. وهذا الشيء علاش ابراهيم دعاهم في المحكمه. الدعوه ديال ابراهيم ضد هاد الناس هادو كانت غادا مزيان، خصوصا ان الناس الاخرين ديال العماره اللي كانوا ساكنين في نفس العماره حتى هما كانوا كيتشكاو من هذاك المشكل ديال الدخان النهار كامل والصداع. وكان باين باللي ان شاء الله هاد الدعوه هادي راه غادي يربحها ابراهيم. وهذا الشيء اللي خلى الشرطه يحطوا الاشقاء الثلاثه او الاخوه الثلاثه اللي كان عندهم مشكل مع ابراهيم في دائره الاتهام، وكانت باينه باللي هذه شي تصفيه حسابات. البوليس من بعد ما حطوا هاد الاخوه في دائره الاشتباه داروا واحد التحريات مكثفه وكبيره باش يعرفوا الخط ديال السير ديال هاد الناس هادو، خصوصا في الفتره فاش تم الاختفاء ديال ابراهيم والزوجه ديالو. ولكن ما توصلوا حتى شي حاجه، لان الاغلبيه ديال الناس اللي استجوبوهم خصوصا الجيران اكدوا لهم بلي هاد الخوت هادو راه ماشي ديال المشاكل والصداع، وبانهم كانوا كيهضروا مع ابراهيم على القضيه ديال الاخلاء ديال هذاك القهوه او لا تسد. كانوا كيهضروا معاهم بلا باقه، وباللي كانوا كيبغيو يتوصلوا لواحد القرار يكون حبي بين الطرفين. ولكن ابراهيم هو اللي كان كيعاند، وداكشي علاش دعاهم. القضيه ديال الاختفاء ديال ابراهيم والزوجه ديالو غدا وكتعقد. التحريات اللي داروا على الاخوه ما ادت لحتى شي نتيجه، ولكن البوليس كانوا مصرين انهم يعرفوا المصير ديال هذه العائله المجهول. داكشي علاش كتفوا الجهود ديالهم وامروا بتفريغ سجلات الهاتف ديال ابراهيم. والنتيجه كانت باللي هاد التليفون ديال ابراهيم كان كيستعملو بزاف في الخدمه ديالو، وكانت الاغلب ديال المكالمات اللي كان كيتوصل بها يا اما من عند الكليان او العملاء اللي كان كيتعامل معاهم او السكرتيره ديالو، وحتى العائله بعض المرات كانت كتصل به والزوجه ديالو طبعا. ولكن كان واحد الرقم غريب بالنسبه للشرطه مازال ما توصلوش الهويه ديالو. فديال من هذا النمره يا ترى واش غادي يكون عندها دور فعال في فك خيوط هذه الجريمه. هادشي اللي غادي نعرفوه من بعد ما تحراو الشرطه على هذا الرقم هذا ولقاو فعلا مولاه. هذيك النمره اللي لقاو في المكالمات ديال التليفون ديال ابراهيم كانت كتعود لواحد السيده سميتها رشيده، وكانت هاد السيده هذه خدامه في رمليه في واحد السبيطار في جناح اللي مختص بالنساء والتوليد. البوليس جابوا هاد السيده رشيده لمركز الشرطه وبدا معها التحقيق. ولكن السيده قالت لهم ودي انا ما عقلتش على هاد المكالمه بالضبط امتى امتى عيطوا عليا هاد الناس هادو، هاد النمره هادي اللي كتقولوا نتوما انا ما عقلتش. البوليس بقى معها شويه بشويه، قالوا لها غادي تذكري معنا شويه بشويه، حنا غنعطوك الوقت بالضبط والنهار اش من نهار بالضبط دارت هاد المكالمه هادي، وانت ان شاء الله راه غتفكري الا كان عندك شي ايد في هاد الشيء. السيده بدات كتقول لهم انا مزوقه فيكم، انا ما عندي ايد في حتى شي حاجه. الناس اللي كتهضروا عليهم راه ما تنعرفهمش. البوليس واخا هكاك ما استسلموش، عمقوا البحث مع رشيده وعطوها بالضبط النهار فاش تلقات هي ديك المكالمه وشحال المده ديالها. ورشيده من بعد ما تفكرات وعرفت النهار فاش اتصلوا بها دوك الناس قالت لهم هاد السيده هذه راه كانت عيطات عليا، ولدت عندنا في الكلينيك وانا كنعرفها مزيان، راه سميتها مليكه، وكانت هزات النيميرو ديالي عيطات عليا قالت لي اجي باش تعاونيني في الجرح ديال العمليه ديالها ديال الولاده. ولكن انا ما مشيتش حيت انا ما عزيزش عليا نديبلاصي عند الكليان، داكشي كيكون فيه مشاكل كبيره وتقدر توقع لها شي حاجه لا قدر الله وتلصقها فيا، هادشي علاش ما مشيتش. الشرطه من بعد ما توصلت الهويه ديال مليكه عن طريق السجلات ديال المستشفى فين ولدت توجهوا مباشره
العنوان ديالها. وهنا كانت مفاجأة كبيرة، لأن الشرطة لقات التليفون ديال إبراهيم عند مليكة. البوليس من بعد ما استجوبوا مليكة وسولوها قالوا لها منين جاك هاد التليفون، واش عرفتي ديال من هاد التليفون؟ قالت لهم لا انا ما عرفتش ديال من، انا هاد التليفون هذا راه جابوا لي راجلي هو اللي عطاه ليا. قال لها راجلك فينا هو؟ قالت لي ما كاينش، انا راجلي كاين في ديال اسبانيا، كيمشي لصبليون وكيجي، وسميتو عزيز وهو اللي عطاني هاد التليفون هذا. سولوها البوليس على المكالمه اللي كانت دارت فاش عيطات الام ديال ابراهيم. قالت لهم لا نكرات، قالت لهم انا ما كنعرف حتى شي وحده بهذا الاسم هذا، وانا التليفون راه ملي جابوا لي راجلي حيدت ليه ديك لاكارت بيس اللي حطها في الطواليت ودرت واحد لاكارت بيس جديده. فاش البوليس سمعوا هاد الهضره داروا واحد الجهود كبيره باش يستخرجوا هذيك لاكارت بيس من الصرف الصحي ديال هذيك الدار اللي ساكنه فيها ملكه. وفعلا من بعد بزاف ديال المحاولات وعده جهود مكثفه البوليس توصل لهذيك لاكارت بيس وفعلا لقاوها ديال ابراهيم. ومباشره البوليس جابوا الاذن بتفتيش الدار ديال الملكه، لان من بعد ما لقاو عندها التليفون لقاو لاكارت بيس ولات هي المتهم الرئيسي في هذه القضيه هذه. داكشي علاش جابوا الاذن بالتفتيش ودخلوا لابارتمون ديال الملكه وفتشوها قنت بقنت. وفعلا لقاو بزاف ديال المتعلقات الشخصيه ديال المحامي هو والزوجه ديالو. لقاو شي حوايج وشي واحد الماليطه وشي وراق، ولقاو ايضا الصاك ديال الزوجه ديال ابراهيم المحامي وفيه الذهب ديالها وبزاف ديال الحوايج. هنا الشرطه اعتقلت ملكة على الفور وداوها لمركز الشرطة باش يوصلوا مع البحث ويعرفوا علاش كانوا هذوك الحوايج تما وشنا هي العلاقة ديالها باختفاء هذه العائلة. ملكة في الأول نكرات، ولكن من بعد اضطرت أنها تعترف لهم بكل شيء. ملكة قالت لهم بأن القصة وما فيها أن واحد النهار كتصل بها شي نمرة مجهولة في التليفون ديالها، مشات جاوبات عادي باش تعرف شكون، لقات شي واحد كيتفلى في التليفون. ولكن حيت ملكة كان راجلها كيمشي صبرين بزاف وكان كيصابر كان كيخليها بوحدها، فقالت راه نتفلى شي شويه. هضرات مع داك السيد اللي عيط عليها وصدقات تعرفت عليه. صدق هذا السيد هذا هو عبد الجبار، واحد من دوك الخوت اللي كانوا داخلين في صراع وفي مشاكل في المحاكم مع هذاك المحامي ابراهيم. واخا قال لها المحامي ومن بعد شنو وقع؟ قالت لي صافي انا بقيت كنهضر معاه في التليفون شويه، تلاقينا شويه تصاحبت معاه، وخرج اللي كان مسافر لاسبانيا كان كيجي عندي للدار كان كيصرف عليا، وكان السيد كان لاباس عليه، كانت عندهم قهوه والامور ديالو ماشيه مزيان. صافي العلاقه ديالنا بقات مزيانه، بقيت مره نمشي عنده مره يجي عندي كيتقدى ليا ما كيخصني حتى شي خير معاه. ولكن واحد النهار بدا كيتشكى ليا من شي حاجه مبرزطه ليه مخو. قلت ليه شنو كاين عاود ليا. قال لي المهم هذاك المحل ديالنا راه يقدر يتسد، راه واحد خينا ساكن الفوق معقل لينا الامور ونض عنا وهو محامي يقدر يسد لينا المحل، وانا خوتي ما عرفتش غادي نديرو، كما كتعرفي المحل راه هو راس مالنا الوحيد. درنا معاه بزاف ديال المحاولات والو، عطيناه فلوس قلنا ليه نشريو لك لابارطمون في احسن بلاصه في مكناس ولا نشريو لك دار، المهم غير تخرج من هنا وما يكون عندنا حتى شي مشكل. والو السيد مقصح راسو، المشكله جا معاه حتى دوك السكان الاخرين متفقين والقضيه قريب تحكم وهو محامي يقدر مشكله كبيره. ولكن السيد كان بوت نبت ما بغاش يخرج لهم من ديك الدار، حيت هذيك الدار اصلا كانت ساكنه فيها مراته ملي كانت صغيره، ملي كانوا الوالدين ديالها معاها تربات تماك وتزادت تماك وكبرات تماك، وكان داك الدار عزيز عليها. داكشي علاش راجلها بقوت ما كيبغي مراته شرا هذيك الدار وبقاو ساكنين فيها ملي تزوجوا، وكان ديما كيتشكى ليا من هذا المشكل هذا. ملكه قالت للبوليس باللي بقات كتفكر بزاف في هذا المشكل اللي عند عبد الجبار. السيد لاباس عليه وعنده الفلوس، دونك شنو غادي دير؟ غادي تمشي تخبر راجلها. وهنا كانت المفاجاه الكبرى باللي راجلها تا هو عارف بالعلاقه ديالها مع داك السيد وما كان عنده حتى شي مشكل. قالت ليه شنو كاين وها شنو كاين وها شنو كاين. قال لها عرفتي اش غادي ديري؟ غادي تمشي عنده وغادي تقولي ليه باللي انا غادي نفكك من هذا المشكل هذا، انا راه كنعرف واحد السيد معروف في الدوله ونافذ
هو اللي غيفك لكم المشكل، ولكن تعطيني لابار ديالي ديال الفلوس. عبد الجبار قال لها ماشي مشكل، انا نعطيك، انا غير فكوني من هذا المشكل، الله يرحم لكم والدين، حيت انا ما بقاش ليا بزاف باش يتحكم هذا الشيء وغيسدوا لي القهوه ديالي وغنتشرد انا وخوتي وعندي مشاكل وعندي الفلوس، شي كدير عباد الله. المهم قال لها بحلاوتك، المهم غير تفك المشكل. ملكة قدمت راجلها لعبد الجبار وخوتو على اساس انه رجل نافذ ومسؤول في الدوله ويقدر يفك لهم المشكل ديالهم، ولكن حتى هو بحلاوته، يعني غادي يخلصوه فلوس نيت صحيحه. ولكن راجلها ملي جلس مع عبد الجبار وخوتو نصحهم، قال لهم ودي شوفوا، هذا المشكل ديالكم راه ما غاديش تفكوه كحبيان، وما غاديش توصلوا حتى شي نتيجه مع هذا خينا هذا، حيت راسو قاصح. الحل الوحيد اللي عندكم هو انكم تخلصوا منه وتصفيوها ليه. عبد الجبار وخوتو ما فكروش جوج ديال المرات، لان هذا المستقبل ديالهم وهذيك القهوه ديالهم اللي بناوها من بعد سنين ديال العذاب وتماره وداروا كليان، ولاو تيجي عندهم الناس منين ومنين، ولاو معروفين بزاف في مدينه مكناس. داكشي علاش جلسوا هما والزوج ديال ملكه وحطوا واحد الخطه محكمه باش يتخلصوا من المحامي. نهار 16 فبراير 2006 بدات الخطه ديالهم في التنفيذ. اشنو داروا؟ داك النهار كانوا عارفين بلي المحامي كيخرج هو والزوجه ديالو، ما كيجي حتى واحد الوقيته معطل. فالاخوه الثلاثه عبد الجبار وخوتو غادي يسدوا القهوه ديالهم داك النهار، ما غاديش يخدموا، غادي يقولوا للكليان بينا ارتاحوا عيينا. غادي يجي هذاك السيد راجل الملكه عندهم في العشيه، وغادي يبقاو مخبيين وجايبين الهراوات والعصي وكيتسناو في المحامي ابراهيم وهو والزوجه ديالو حتى يدخلوا. المحامي والزوجه ديالو كانوا كيتعشاو وجايين فرحانين وناشطين وما خاصهم حتى شي خير، ولكن غير غادي يدخلوا للدار غادي ينزلوا عليهم بدوك العصيات ودوك الهراوات وغادي يقتلوهم في البلاصه. بعد ما صفاو عليهم هزوا الجثث ديالهم وطلعوها لابارتومون ديال الخوت بثلاثه. تما جاتهم فكره شيطانيه، وهادشي اللي خلى هاد الجريمه هادي كانت مروعه، وبزاف ديال الساكنه ديال مدينه مكناس كانوا كيهضروا عليها على مدى عدة سنوات. الخوت بثلاثة شدوا هذوك الجثث ديال المحامي والزوجة ديالو وقطعوهم وقردوهم طرف طرف طرف، العظام دقدقوهم، اللحم شدوه وداروه في طحانة ديال الكفتة ورجعوه كفتة ولحوا داكشي في طواليطات. سيقوا الدنيا، داروا الماء القاطع جافيل باش ما يخليو حتى شي اثر الجريمه الخايبه ديالهم والمأساويه اللي وقعت لهاد الناس مساكن. ومن بعد ما سالاو، الزوج ديال الملكه غادي يمشي للدار ديال المحامي والزوجه ديالو وغادي يشفر الذهب والسيكان وغيشفر بزاف ديال الحوايج، وهما اللي لقاو البوليس عند الملكه في الدار، وبسبب هذا الشيء توصلوا لحل هذه الجريمه هذه. تم الاعتقال ديال الاشقاء الثلاثه وايداعهم السجن من بعد ما اعترفوا بالجريمه ديالهم. وكذلك تصدرت مذكره بحث دوليه على الزوج ديال ملكة اللي هرب للصبليون، ولكن بالتنسيق مع الانتربول جابوه للمغرب باش يتحاكم. ولكن المفاجاه اللي كاينه في هذه القضيه هذه ان واحد الاخوه من هذوك الاشقاء اللي هو عبد الجبار اللي كان السبب الرئيسي في وقوع هذه الجريمه وهو اللي دخل خوتو في هذا الشيء، انتحر وسط السجن قبل بدء المحاكمه. وتم اصدار حكم الاعدام على الاشقاء بجوج وعلى الزوج ديال ملكه، وهي أيضا تم الحكم عليها ب15 سنة سجنا لأنها كانت مشاركة وكانت كتخفي معلومات مهمة على الشرطة. وبهذا كيتسد الملف ديال هذه القضية هذه بالتوصل إلى الجنات والحكم عليهم وإقرار العدالة. وهنا كتسالي القضيه ديال اليوم. نتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم، وما تنساوش من التشجيعات ديالكم، خليو لي دي كومونتير، ديروا لي لايك الفيديو، تابوناو عندي في لاشين باش يوصلكم ديما الجديد ديالي. كنشكركم بزاف على الاهتمام ديالكم، تهلاو ليا في راسكم، نتلاقاو ان شاء الله في قضيه جديده. باي باي.